السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا في احسن حال. جيتكم بهذا الفيديو الرائع اللي خصصته لهذا القفطان وهذا الرشيمه اللي حطيتها، وكيفاش غنوريكم الطريقه ديال الرشمه ديالها. هذه الطريقه الرشمه ديال القفطان، طريقه جد سهله وجد رائعه. حطيتها في القفطان وغتكون الخدمه بالتعميره، واللي بغات دير ليها تنبات راه دير ليها تنبات. ملي كدير التعميره غدير تنبات. المهم هذا الاول كيفاش بدينا فيه ديال الرشمه، كيفاش حطيتها. درت تقويره ديال العنق، يعني على حسب العبار اللي غتبغيو ديال القفطان. المهم هذا خصصناها كيفاش حطيت انا الرشمه، يعني كيبقى على حسب التقويره ديال القفطان. كاين اللي كيدير فيه 12، كاين 14، يعني على حسب. كاين حتى ديال 16 على حسب الدوره ديال العنق. وهذه كانت راسي كيفاش كانت راسي ديال الرشمه او كيفاش كنرشمها. هذه دابا الطريقه كيفاش كان دابا كنرشمها وكيفاش كنحطها الرشمه ديالها. هذه غتجي كلها بالتعميره. خديتها من نص الكول باش كندور هذيك الرشمه كندورها. وهنا كنثبتها بالقلم الاسود. كندور هذيك الدوره ديال الكول اللي درنا بالقلم ديال الرصاص. هنا كنخليو هذيك سنتيم ولا 2 سنتيم على حسب الدوره اللي ديال الكول، على حسب السفيفه ولا على حسب الرانده. هنا كنثبت هذيك الرسمه اللي درتها كلها غتجي كلها بالتعميره بالالوان. كتبان لكم بحال الشكل ديال بحال الضفيره وسميتو، يعني كلها كتجي ملونه. يعني على حسب التعميره اللي حنا غنديروها راه كتجي هذيك الزواقه. كتجي رائعه مع القفطان اللي بغينا في الديكرادي ديال القفطان، اللوينات اللي غنحطوهم. كما غتتابعوا معايا الفيديو غتشوفوه حتى الاخير. وهذه هي الرشمه ديالنا كيفاش خصصناها. هي هذه كنحطوها ديما فاش كنديروها، راه كندير لها اللصقه باش كنخليوها باش كنرسمو. هي هذه دابا غنديروها من اللوان. دابا حطيتها في النص، واللوينات راه شتي ملي كترشموا راه كديروا ليها اللوان باش غتتبعوا البلان ديالها. وهادو هما اللوينات اللي خصصناها في هذا الرشيمه. يعني هاد اللون هو اللي غنزوق بهم هذيك التعميره ديال الطرزه. وهذا راه التحت ديالها كما كتشوفوا الديكرادي ديال اللوان هما اللي غنحطوهم انايا فهاديك الرشيمات اللي ديال التعميره هما اللي غنحطهم. هاد اللوينات ديال الشبكه هما اللي غنحطهم. يعني غيجي القفطان رائع. واللي بغات تهرس هذيك التعميره تهرسها بداك العقيق مهرس راه كيجي حتى هو رائع. وهذه هي التعميره ديالنا. راه وريتكم واحد الجزء تاع الفيديوهات الجايه ان شاء الله نوريكم ملي غيكمل. غنوريكم كي جا. هذا هو البلان ديال اللون ديال اللي سميتو. هذه هي التعميره اللي كما كتشوفوا. هي هذه يعني كتسمى غدا تعمري هذوك الرشيمات اللي درناهم كتعمريهم وكتخدم بديك الالوان. وديك اللي رسمنا راه كتشوفي البلان.
وهذا واحد الجزء بسيط يعني اللي خصصت لكم كيفاش غنعمر. هذا كنبقى نعمر فيه هذا القفطان. يعني الرشمه راه ساهله وكتجي جد رائعه. يعني لا ديريها في القفطان، ديريها في الجلابيه، على حسب اللوحه فين بغيتي تحطيها. وانا راه كنبقى غادا نتبع الالوان ديال هاد القفطان. يعني كنخصص كل هذيك الرشيمات كلها كنحط ليها اللوينات ديالها، الديكرادي ديالها كما كتشوفوا. كنبقى بشويه كنعمر، حيت خليت الفيديو هاد الخطره خليته ما سرعتوش باش تشوفوا الطريقه ديال الخدمه ديالها. وان شاء الله حتى الفيديو القادم باذن الله نوريكم الكماله ديالو كيفاش جات الخدمه. هذا وريتكم واحد كما اللي سبقت، وريتكم واحد الجزء بسيط اللي الطريقه ديال الخدمه كيفاش حطيتها. اخر ما كاين في هذه الصيحه ديال الطرزات ديال 2024، يعني كلهم كيدخلوا في هاد الرشيمات اللي خارجين دابا. وهاي الطريقه اللي كتجي راه الرشمه ديالنا كتجي باللوينات وكتجي رائعه. وهذه الرشمه اللي رشمت، وهذه هي الطرزه. حتى الفيديو ان شاء الله القادم نوريكم الكماله ديال الطرزه واللوينات اللي جاو في الشكل النهائي باذن الله. ترى كنبقى نعمر كل جزء، كنبقى نعمر فيه. يعني كنجيب فيديوهات مبسطين، يعني كنشرح لكم الطريقه ديال الطرزه والطريقه ديال الرسمه كيفاش كتجي. وان شاء الله الى الفيديو القادم باذن الله. الى اللقاء.